حبينا احنا وياكم اليوم نحكي مع اديب، بس مش هناك طبعا ننتقل له زي ما احنا عارفين. حبينا يكون عندنا بالاستوديو هون ونتحاور احنا وياه ونعرف يعني عن بداية أديب بمجال الفني، وإذا طبعا في خلال الفترات الجاية شو يلي محضر له أديب، لأنه في برامج طبعا التالنت زي ما بنعرف، مواهب يلي بتدعم طبعا البرامج يلي بتدعم المواهب مزبوط. يلي موجودة بعالمنا العربي وعلى مجموعة محطات. بنقول لك صباح الورد عليك يا أديب من جديد. أديب هاي منور. منور يعني قريب هالمرة. ايه هالمرة قريب. ايه انا طيب. كثير مبسوط اني قربت لكم. نحن كمان. طيب أديب، خبرنا أول شيء كيف بلشت، كيف اكتشفت إنه أنت بتحب الغنى؟ بلشت من خلال الطلائع في المرحلة الابتدائية من الدراسة. أوكي. كانت الأنسة بعد كل درس تكون بالأوقات الاستراحة تخليني أغني أغنية أو تنتين. بلشت بالأغاني الشعبية والوطنية. أوكي. اللي بيحبوها، القدود، الموشحات. الله. هيدا أي عمر عم نحكي؟ عم نحكي على عمر 10 سنوات. 10 ما شاء الله. 10 سنوات نعم. قدود حلبية، يعني هذا يعني هذا الواحد بده يكون لازم يكون في عنده مش خامة صوته بس. صحيح. لازم يكون عنده خامة صوت، على إحساس، على إرهاف بموضوع المزيكا. صحيح. أنا أخذت هالموضوع كله من حب الوالد للموسيقى. نعم. كمان الوالد كان حتى وأنا بمرحلة كتير مبتدئة يعني من عمري كان يسمعني أغاني الكبار، أغاني فيروز، أغاني وديع، أغاني صباح فخري، أغاني أم كلثوم. نعم أكيد. صحيح. عبد الحليم، عبد الوهاب، هالمطربين الكبار تربيت على صوتهم، سمعتهم كتير منيح، أخذت منهم، درست منهم، تعلمت كتير أشياء حلوة ومفيدة منهم. السلطنة، الأغاني الحلوة، الأغاني الراقية، الروح كيف عم يتشرب هيدا. صحيح. هذا عشقي للموسيقى دفعني أتعلم على آلة موسيقية لتكون لي سند في بحر الموسيقى الواسع يعني. ففي مرحلة ال14 من عمري درست الموسيقى وتعلمت بمعهد موسيقي وتخرجت بعمر 18 سنة. حلو. فدخلت الجامعة بهالعمر. الله. وكان معي سند هي آلة العود. ودائما بحفلات الجامعية، بالمسارح الجامعية نقوم بحفلات سمر، أمسيات، خاصة كمان بالعطلات الانتصافية والعطلات الصيفية كنا نطلع رحلات وننبسط مع الدكاترة والأصدقاء. صحيح. ويزيدوا لك العلامات. أيوة. الله. طيب ما راح اعترف على حالي، بس بدي احكي لك شغله يعني. الله على العيله يلي بتكون بتهتم بابنها بالموهبه بالفكر، لانه الواحد صراحه يعني مجرد ما يعني اهتم بابنه وخلاه يعني يمشي نحو المنحى يلي هو كثير حابه، صدقا هذا الولد يعني لما يكون يكبر ويصير شاب ويعمر صراحه راح يكون مبدع وانسان فنان وراقي. فطبعا هي الدعوه اللي احنا دائما بنحكيها للاهالي، انه يعني اولادكم دائما لما تحسوا عندهم موهبه معينه خلوهم يعني يبلشوا فيها، نموها بمعاهد، بعدين خلوهم يدرسوها وبعدين يشتغلوا فيها، لانه بالنهايه راح تصفي يعني موهبه فنيه رائعه. وهي عندنا اكبر دليل. طبعا كمان بشجعون على الدراسه كمان. اكيد يعني يمشوا بنفس النظام مع الدراسه يعني. مع اداره اعمال انا ودارس موسيقى. اوكي. طيب يلا شو بتغني لنا هلا؟ رح نباشر اول شيء باغاني. نحن موجودين بدوله الامارات العربيه، ودوله الامارات العربيه اغاني خليجيه بحبوها كثير. فتقربا من شعب الامارات الطيب المضياف اللي دائما بيستضيفنا بكل صدر رحب. أكيد. فحابين نقرب له باغاني خليجيه. تفضل. ما علينا يا حبيبي، ما علينا من كلام الناس، ما كنا درينا لو يقولوا عننا مهما يقولوا، لو يقولوا عننا مهما يقولوا. انتهينا عدنا احنا اللي بدينا، انتهينا عدنا احنا اللي بدينا. كل كلمة حب نحيها معانا،
حياة العذال نرميها ورانا، كل كلمة حب نحييها معانا، كلمة العذال نرميها ورانا. ما يهزك ريح يا مركب هوانا، ما يهزك ريح، ما يهزك ريح يا مركب هوانا، طول ما حنا على بحرك مشينا، طول ما حنا على بحرك مشينا. الله الله، سلمنا على الصوت يا رب. كثير حلو. طريقة تأديتك أديب للغنية هيك عم تعطيها روحك الخاصة، يعني ما عم بيكون بيورلي اذا بدك بيعطيها حقها كمان الاغنيه. اكيد كل فنان لازم يحط بصمه على كل اغنيه بيأديها، ما يأديها بشكل كوبي بيست من المطرب الاصلي. مزبط. يعني كل انسان له احساس بالكلمه بيختلف عن المطرب الاصلي، فممكن يضيف من احساسه، يضيف من طريقته بالاداء بتختلف. طبعا المطرب الخليجي بيأديها بطريقه غير، لفظه الكلمه بيكون كمان افضل مني باللفظ الخليجي. يعني بجوز بتفق معك كمان اديب بهي النقطه. يعني اذا انت كمان تتفق معي، الشخص يلي دائما بركز على هالموضوع انه الموهبه مثلا او المتمكن من اي اغنيه بحاله قدومه على وحده من هالبرامج هلا حنحكي عنه، البرامج اللي بتكون طبعا منبر للشهرة. كاظم الساهر، كاظم طبعا من الاشخاص يلي دائما بيركزوا على انه الشخص يؤدي الاغنيه مش كوبي بيست بالضبط، غنيها باحساسه بالضبط، غنيها باحساسه بطريقته. تمام، فانت مع او ضد؟ طبعا انا مع اني كل انسان يؤدي مش نظريا، عمليا عم نحكي. طبعا صحيح، لكن نحن بننوع بكل الانماط الغنائيه، بنغني خليجي، بنغني عراقي، بنغني مصري او مزبوط. مغربي. انا سمعت عنك انه انت كثير بتعرف بتأدي كل الاغاني. ما شاء الله عليك. هلا ما نسمع اصلا شيء. اكيد رح نعمل اشياء. رح نباشر بالبدايه ما اني جينا من المشرق، رح نروح مباشره للمغرب العربي. يلا. ونسمع شيء مغربي. يلا. وبعد كمان نسمع انماط ثانيه عربيه. اكيد. يوم يشبه يوم، حياتي هذه، حياتي هذه، حياتي اللي تمنيت تكون ماشي هذه، ماشي هذه. وروني زهري فين يكون، وانا زهري فين يكون، راح العمر غادي. وروني زهري فين يكون، زهري فين يكون، راح العمر غادي. ويوم يشبه يوم، حياتي هذه، حياتي هذه، حياتي اللي تمنيت تكون ماشي هذه، ماشي هذه. وروني زهري فين يكون، زهري فين يكون، راح العمر غادي. ومرة فرحان مرة غضبان مرة عادي، ومرة فرحان مرة غضبان مرة عادي. بدموعي أديب حبيب غنيت، وأديب حبيب غنيت، وعيت النادي. وما أنا موجود، ما أنا معدوم وغريب في بلادي. وما أنا موجود، ما أنا معدوم وغريب في بلادي. وروني زهري فين يكون، وانا زهري فين يكون، راح العمر غادي. ويوم يشبه يوم، حياتي هذه، حياتي هذه، حياتي اللي تمنيت تكون ماشي هذه، ماشي هذه. وروني زهري فين يكون، وانا زهري فين يكون، راح العمر غادي. وروني زهري فين يكون، وانا زهري فين يكون، راح العمر غادي. الله الله. سلم تمك. هي بلاد المغرب العربي. فسر لي هالغنية عن شو بتحكي.
هي بتحكي عن دائما كل يوم مثل باقي يوم، يعني انسان عايش بروتين الحياه قاسي عليه، فهو عايش كل يوم بيومه وما عنده شيء جديد بحياته. من كثر الملل عمل هالاغنيه الشاعر ولحنها وسواها للناس اللي عايشين روتين اليومي، يعني عندهم دائما ما في شيء جديد بحياتهم. مين عراب أديب؟ عراب اي مطرب حلبي، اذا بتساله صباح فخري اكيد اكيد. فهو اللي تربينا على صوته بالقدود الحلبيه اكيد، وهو عراب اي مطرب حلبي. ترى شو نفسي اسمع هلا منك؟ تفضل. قدك المياس. تكرم عينك. يلا تكرم عينك. نحن قاعدين وبدنا هي تكرم عينكم. يلا حلب يا نبعة من الألم، حلب يا نبعة من الألم يمشي في بلادي، ويا كتر دم اللي انسكب في بلادك وفي بلادي. يابا أنا ببكي من قلب مجروح عبلادي، ولادي اللي صاروا فيها غراب. يا بلادي على اليمة، على اليمة يا يمة، وعلى اليوم يا يوم يا يوم حير انتحل يا ويل ويلي. يابا انا حيل انقطع يا ويل ويلي، ودرب حلب ومشيته كله شجر زيتوني، كله شجر زيتوني، وحاجة تبكي حاجة تبكي وتنوحي بكرة منجي يا عيوني، باكر نجي يا عيون عيون عيوني. قدك المياس يا عمري غصين البال كدي يدري، قدك المياس يا عمري غصين البال كدي يدري، وانت احلى الناس في نظري جل من صورك يا قمري. ايوه انا وحبيبي في جنينه والورد مخيم علينا، 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 انا وحبيبي في جنينه والورد مخيم علينا. طلب مني وصاله يا ربي استر علينا، قدك المياس يا عمري يا غصين البال كدي يدري، وانت احلى الناس في نظري
جل من صورك يا قمري. الله ميرسي يا مان، ميرسي. يعني لو تعرف حجم يعني التشجيع يلي صار عندنا بالجاليري صراحة. ميرسي. يعني سلم تمك عن جد، مش معقول أديتها بطريقة روعة أكثر من ميرسي. روعة. هذا الفن تربينا عليه بحلب، أدينا كل الأنماط الغنائية ورح نأدي أكثر إن الله راد ألوان غنائية خلال يعني الحلقات القادمة كمان، أو هلا إذا في معنا مجال بنشوف كيف الموضوع. لكن هذا هو اللون اللي تربيت عليه، اللون الحلبي، لون بيئتي اللي نشأت عليها. طيب أديب، بدي أسألك هيك، أنا سمعت خبرية، سمعت على الخبرية، ما بعرف ما بعرف إذا مضبوطة. سمعت خبرية إنه معقول يكون في لك مشاركة مستقبليا، عم نحكي يعني بعد سنة الله راد، بأي برنامج؟ خبرني أنت. هو أنا كنت حابب يكون البرنامج اللي رح شارك فيه يعني سبرايز للناس الموجودين. بدك نتركها معنا لكن بما أني بلشت الخبرية فرح نكفيها. مقرر اني اشترك ببرنامج ذا فويس ان شاء الله 2015، وان شاء الله اكيد يعني بدنا تشجيع الجمهور اللي حابنا وبيستمع. ان شاء الله لك يعني الله يوفقك. اكيد ان شاء الله يا رب. طيب انا دائما اسئلتي بجوز هيك، بجوز خليني احكي لك كلمتين بس بكون في من وراء مغزى. لمين بحكي شكرا اديب وهو بهاي الايام؟ لانه هلا اديب يعني بجوز من شخص في عنده يعني كان مجموعه اشخاص بيعرفوه، ممكن يتابعوه، اذا في حفله بيروحوا له، اذا كان في حتى ايام الجامعه ممكن يتجمعوا حواليه وهيك. أديب هالأيام هيو هلا حاليا ببرنامج صباحكم ورد، لمين بيحكي أديب شكرا خلال فترات الأيام كلياتها لغاية هاي اللحظة؟ أنا بقول شكرا لوالدي أكيد اللي عبالي وقتي بشيء مفيد. نعم. الموسيقى وخاصة الموسيقى الكلاسيكية، الموسيقى الطربية. نعم. آلة العود كمان شجعني إني أتعلم عليها. والدي كان مدرس بالجامعة ما بيقدر كان يلتزم بموضوع الأغاني نعم. لكن كانت هوايته وعشقه الطرب، فأنا نميت وأخذت من هالموضوع وتعمقت بهالموضوع. كيف علاقة الحب ما بينك وما بين آلة العود؟ العشق دائما. عشق، ما بطل الحب، صرنا بالعشق، مو معروف. أكيد عشق. وحتى انك عم بتقول لها هيدا السند تبعك، يعني هيدا الشيء. ايه، هذا آلة العود هي الفرقة الموسيقية تبعي، هي جناحي. هي ما بقدر أعيش من غيرها، يعني هي جزء متكامل معي. طيب أنا بدي